ازيكم يا شباب؟ كل سنه وانتم طيبين. انا عايز اقول لكم انه انا اول خدمه عط... رابع خدمه في حياتي كلها. انا اكشلي افتكرت القصه دي وانا قاعد دلوقتي. انا خدمتها في اعدادي مصر الجديده. كان هو المكان ده لسه موجود، فيلا باتي ده لسه موجود. كان في فيلا باتي، وكان قرروا يعملوا الاجتماع بره في ملعب الفولي. وكان بالليل، وكان وقت جميل جدا، وكان دي يمكن رابع خدمه اخدمها وانا كنت في ثانوي، فكنت صغير. فالخدمه دي ما انساهاش لانه بالنسبه لي غاليه قوي قوي قوي. عايز اقول لكم ان انتم منظركم يفرح. آه، فانا مبسوط يعني مبسوط لحاجه ومتضايق لحاجه. مبسوط انه انتوا شكلكم جميل قوي وعددكم كبير جدا. انا ما توقعتش ان الاجتماع يبقى كبير قوي كده. فده شباب مفرح جدا. ومتضايق لان انا بفتكر الايام اللي انا كنت فيها في اعدادي، بتحسر على الايام اللي انا فيها دلوقتي وانا كبير. آه، الوقت ده احلى وقت خالص 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 في وقت اعدادي. اعتقد من تاني اعدادي ابتديت احب الكتاب وابتديت اذاكره. وكبر معايا الموضوع في اعدادي وثانوي. وكان من افضل الاوقات لانه كان عندي وقت كتير. لما تكبروا شويه هتشتغلوا، تتجوزوا، تجيبوا ولاد. وعلى فكره انا ابني هنا موجود، جوسايا. اول مره اي ثينك يحضر معايا وانا بوعظ بالعربي. أم، فبعد شويه هيبقى في مشغوليات والوقت بتاعكم هيقل. فده احسن وقت تذاكروا فيه الكتاب. كل سنه وانتم طيبين. عايز نقرا مع بعض. ممكن نقوم مع بعض، تقوموا تقفوا ونقرا مع بعض الايات. هنا ممكن تظهر على السكرينز. اوكي، ممكن نفتح لوقا واحد من عدد 26. عايز نقرا قصه الميلاد. هقول فكرتين ثلاثه وبعدين لو حد عنده سؤال، عشان ممكن يبقى فيه شويه اسئله صعبه في الحته دي. حد عنده الفكره دي ازاي ربنا جه وبقى انسان؟ القصه دي صعبه شويه صح؟ ازاي ربنا وبعدين لما نزل هنا يعني هو بقى مش ربنا؟ لانه ازاي موجود فوق موجود تحت في نفس الوقت؟ ازاي هو الله اله وفي نفس الوقت بقى انسان زينا، بيمشي وبيجوع وبيعطش وبيتعب؟ الكتاب بيقول لنا كده. فممكن يبقى في شويه اسئله بتلخبط في الحته دي، فهنجاوب على سؤالين ثلاثه وبعدين ممكن لو حد عنده سؤال او حاجه ماكسيمم ناخد السؤال. اوكي، عايز نقرا مع بعض. وعايز نتعلم انه لما بنقرا الكتاب بصوت عالي بنفهمه احسن. عارفين انتوا القصه دي صح؟ يعني لما حد بيقول لك الحاجه وانت مش شايفها او ما بتقولهاش بصوت عالي، مش بتثبت زي ما يكون انت شايفها وبتسمعها. فعايز نقراها ونشوفها مع بعض، بتثبت اكتر واحنا بنسمعها. تاخد ده. اوكي، كده احسن. كده مش احسن صح؟ بطل الوش ورا الوش ورا. اوكي كده احسن. اوكي، نقرا مع بعض من عدد واحد، سوري، صح، واحد وعدد 26. انتوا هتبصوا هنا وانا ابص هنا. اوكي، هنقرا مع بعض ولا هقرا لوحدي وانتوا تسمعوني؟ هنقرا مع بعض كلنا بصوت عالي بقى العربي، عشان انا لسه بحاول احسن العربي، فانا عايز العربي بقى يعلى قوي. اوكي، يلا جو اهيد. وكان قد اوحي اليه بالروح القدس انه لا يرى الموت قبل ان يرى مسيح الرب. حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب، نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. أوكي، أنا عايز نقف هنا. ممكن تقعدوا. عايز أشارك بكذا فكرة. كم حد يعرف المسيح يسوع جاء من مريم العذراء؟ صح؟ صح كده؟ مين أبوه؟ مين أبو المسيح؟ حد يعرف؟ يوسف النجار. ازاي هو ابن يوسف النجار وفي نفس الوقت من مريم العذراء؟ يعني لما راجل وست بيتجوزوا ممكن يخلفوا ويجيبوا اولاد، لكن الكتاب في قصه المسيح بيقول انه اتولد من عذراء. يعني ما كانش فيه راجل في الموضوع. ازاي يوسف النجار ليه علاقه بالقصه دي؟ يعني ايه عذراء؟ عايز ندخل في الحته دي اول عشان نفصص الحته دي الصعبه شويه دي. اوكي،
احنا عارفين انه المسيح حسب الجسد جاء من داود، صح؟ بس في من سفر التكوين، وعايز نفتح الآية دي بعد إذنكم تطلع لنا على السكرينز، من تكوين 49. سفر التكوين أول سفر خالص، أصحاح 49 وعدد 10. من البداية خالص بيتكلم عن أن المسيح مش مجرد هيجي من نسب داود، لا، الموضوع أعمق من كده بكتير. لأنه لما نقرأ القصة دي، المسيح ما كانش ينفع يتولد قبل ولا بعد. المسيح كان لازم مش مجرد يجي من نسب داود وخلاص، ده الموضوع أعمق وأصعب من كده بكتير. المسيح في خطة ربنا من سفر التكوين. سفر التكوين اتكتب امتى؟ حد يعرف؟ الكلام اللي هنقراه في التكوين ده، مين اللي كتب سفر التكوين؟ موسى كتب كام سفر؟ 5. تكوين، خروج، لاويين، عدد. اتكتبوا امتى؟ بنسميهم التوراة. ال5 دول اسمهم التوراة. اتكتبوا امتى تقريبا قبل الميلاد؟ قبل ما المسيح اصلا يتولد 1800 سنة تقريبا. يعني مش مجرد انه المسيح جاء من نسب داود من 2000 سنة وجت كده يعني يلا لا، فغلطيا يقول في ملء الزمان. في ملء الزمان يعني في اليوناني بتاعها في وقت معين بالظبط المسيح اتولد. من سفر التكوين الله كان مخطط المسيح يجي امتى. بصوا الآية دي في تكوين 49 وعدد 10، يقول كده: لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. يعني ايه الحتة دي؟ يعني يهوذا مش هيتقطع له نسل، يعني يهوذا النسل بتاعه هيفضل مكمل طول الوقت. واحنا عارفين انه المسيح هيجي من نسل او من سبط يهوذا، صح كده؟ انتوا عارفين القصه دي. المسيح جاي من سبط يهوذا all the way لغايه داود. فهنا بيأكد عن الحته دي في تكوين 49 انه النسل بتاع يهوذا مش هيتقطع، عشان المسيح هيتولد من او هيجي من سبط يهوذا. بس في مشكله، عارفين المشكله دي فين؟ في تكوين 38 في نفس السفر بيقول كده عن ان يهوذا ده جاب ولدين وماتوا، الثالث والرابع جابهم ولاد زنا من واحدة اسمها ثمار. وفي مشكلة في التقليد اليهودي نقراها في سفر التثنية برضو في العهد القديم. بصوا الآيات الجميلة دي في سفر التثنية 23 عدد 2. ركزوا في الآية دي مهمة جدا. سفر التثنية اصحاح 23 وعدد 2 يقول كده: لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب، حتى الجيل العاشر لا يدخل منه أحد في جماعة الرب. يا نهار أبيض! أنت بتقول إن المسيح هيجي من سبط يهوذا، بس يهوذا جاب ولاد زنا من ثمار، يبقى مش هيجي منه المسيح. يبقى الكتاب فيه مشكلة عندنا، لأنه في سفر التثنية بيقول ما حدش ابن زنا يخش لغاية الجيل العاشر. لما نقرأ متى 1 الجينولوجي النسب بتاع المسيح، احنا بنفوت الاصحاح ده، صح؟ دايما بنقرا اسماء فلان ولد مين وفلان ولد مين وفلان، بنقلب. بس ده مهم جدا. لما تيجي تقرا متى 1، وعايز نقرا الايه دي من فضلكم، متى 1 من عدد 1 لعدد 6، نجيبها على السكرين. كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، فاحنا بنقول انه جاي من داود. بس بص كده: ابن داود ابن ابراهيم، وبعدين ابراهيم ولد اسحاق، وبعدين اسحاق ولد يعقوب، وبعدين يعقوب ولد مين؟ يهوذا اللي مش هتقطع له نسل، اللي المسيح جاي منه. بس ما ينفعش يجي منه نسل المسيح لانه ابن زنا ما يخشش، لازم يعدي 10 اجيال. بص بقى من اول يهوذا كده هتلاقي 10 اسماء بالظبط. وتقرا نفس الكلام في سفر رعوس، 10 اجيال لغايه ما يجي منه داود. ويهوذا ده لازم يعدي 10 أسماء: ولد فارس وزارح من سمار، وفارس ولد حصرون، وحصرون ولد أرام، وأرام ولد عمناداب، وعمناداب ولد نخشون، ونخشون ولد سلمون، وسلمون ولد بوعز من رحاب اللي هي برضو كانت زانية، وبوعز ولد عبيد من رعوث كانت مؤبية أصلا مش من شعب إسرائيل، وعبيد ولد مين؟ ويس ولد مين؟ 10 أسماء بالظبط. فدي النقطة الأولانية، مش إن المسيح جاء من نسب داود وجات كده، دي محسوبة من 1800 سنة قبل الميلاد. و1800 ده تكوين، لأنه الله بنسميه إنه omniscient، يعني كلي المعرفة، يعني هو خارج بره المعرفة أصلا، هو فوق المعرفة. الله مخطط لأنه بيحبك وبيحبك، عارف إنه الإنسان هيخطئ، وفي وقت معين يجي فيه المسيح
محسوبة بالظبط، ومفيش تشوه في الكتاب المقدس بتاعنا. حلو النقطة دي؟ حد فاهم حاجة؟ النقطة التانية، بصوا كده، عندنا مشكلة تانية برضو، انه جات من نسب داود. نقراها في أرمية اصحاح 22. عايز اسال سؤال بامانه كده، كم حد قرا الاصحاحات دي؟ سفر ارمية كم حد كده قراه؟ ارفع ايديك. سفر اشعياء؟ طب انجيل يوحنا؟ برافو. انجيل متى؟ برافو. طب ويوحنا ماله؟ ما يوحنا كويس. طب الرسائل بتاعت بولس؟ فيليبي؟ برافو. انتوا بتقروا العهد الجديد اكتر من العهد القديم؟ دي حاجه كويسه برضه. طيب نقرا عن واحد تاني في ارمية عشان نشوف نسب المسيح ده اللي احنا بنحتفل بيه في الكريسماس، والمسيح اتولد، وهنشرح الحته دي يعني ايه بالنسبه لي. اوكي؟ في ارمية 22 عدد 28 ل 30 ممكن برضو نجيبها. عندنا مشكله تانية في موضوع انه المسيح يجي في وقت معين من حد معين. هذا الرجل كنياهو، واحد اسمه صعب شويه، اسمه كنياهو، وعاء خزف مهان مكسور، او اناء ليست فيه مسره. لماذا طرح هو ونسله والقوا الى ارض لم يعرفوها؟ اسمع كده، يا أرض يا أرض يا أرض اسمعي كلمة الرب، هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيما. يعني ما يجيبش ولاد، مش بس كده، رجل لا ينجح في أيامه لأنه لا ينجح من نسله أحد، جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. كنياهو ده يبقى عاقر، مش مجرد عاقر ما يجيبش ولاد، لا ممكن يجيب ولاد بس نسله ما يخشوش في اللعبة بتاعتنا بتاعت الملك. المسيح ما يجيش منه. بس احنا عندنا مشكلة، الكتاب بيقول انه في نسل جاء من كنياهو ده. نقراها فين؟ نرجع نقراها تاني في متى 1 في نسب المسيح. في متى 1 عدد 11 وعدد 12، ايتين بالظبط. بصوا كده، بنفوت احنا الاسماء بس ده اسم موجود في النسب. يقول كده في عدد 11: ويوشيا ولد يكنية واخواته عند سبي بابل. يكنية هيجيب عيال، المفروض يبقى عاقر، لا هيجيب عيال بس نسله ما يخشش في المسيح. وبعد سبي بابل يكنية ولد حد اسمه شالتاليل، وشالتاليل ولد زربابل، وزربابل ولد ابي، وتفضل all the way down لغايه تحت خالص لغايه ما يجي المسيح. يقول كده في عدد 16، بص بيقول ايه: ويعقوب ولد يوسف رجل مريم، ركز، التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. يعني انت فوتت كل الاسماء، واحد جاب واحد جاب واحد جاب واحد، راجل بيذكر اسماء الرجاله. يجي هنا اللي احنا مستنيينه كلنا اللي هو المسيح بقى، من اول خلص لغايه بقى ما يجي المسيح. جاء عند المسيح وقال اتولد من يوسف النجار. لا، اتولد من مين؟ لانه الكتاب قال انه يكنية ده ما فيش حد من نسله يخش في اللعبه بتاعتنا اللي يجي منها المسيح، ما يتنسبش ليه. الناس لما تفتكروا القصه بتاعت الاناجيل، لما المسيح ابتدى يوعظ في ال3 سنين بتاعته بتاعت الخدمه، سالهم قال لهم الناس بتقول ايه؟ فالناس كانت بتقول ان هو يوسف، مش ده يسوع ابن يوسف النجار؟ الناس كانت بتقول عنه ابن يوسف النجار، لكن الوحي المقدس في الكتاب اللي بنسميه السكريبتشر ما كانش فيه خالص اي نسب ليوسف النجار. المفروض يتنسب لاسم الاب حسب الايات اللي قبليها في متى 1، لكن بيقول ابن مريم العذراء عشان الكتاب دقيق، مش مفروض يتنسب ليكنية. ونقرأ القصة دي كمان، انه ابن الله لما بيتذكر اسم الاب للمسيح بيتذكر انه ابن الله العلي. تقرأ ده موجود في عدد 16 اللي هو ده اللي احنا كنا نقراه، ولد منها يسوع المسيح الذي يدعى المسيح. وبعدين في يوحنا 1:14 آية مهمة جدا: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب. مين أبوه؟ الآب نفسه. فالمسيح إنه اتولد مش مجرد مولود صدفة أو مولود في وقت معين من أي حد، دي محسوبة بالظبط حسب قوانين الكتاب، احترامها وما تعداش عليها. وده بيقول لنا إن الكتاب مش محرف ومحدش لعب فيه. المسيح جاء في وقت معين. طب نيجي على المكان، حد عارف المسيح اتولد فين؟ بيت لحم. بيت لحم دي لما تحطها على جوجل مابس
في بethlehem، في بيت لحم، في تلاقيها دي بلد، دي قرية صغيرة جدا، قرية تعداد سكانها ما يتعدوش ال 900 واحد أيام المسيح. يعني فين قرى هنا في مصر بعيد في الصعيد خالص تنزل ممكن تبقى قرية محذوفة لوحدها ما حدش يسمع عنها أصلا. موجودة فين في العهد القديم اتقال عنها إنه المسيح هيتولد فيها؟ حد عارف فين؟ أشعية مكتوب عنه حاجة، بس حتة موجودة أكتر عن بيت لحم بالذات في ميخا. حد قرأ ميخا قبل كده؟ سفر ميخا في العهد القديم، برافو عليك. ميخا أصحاح 5، لما تقرأ ميخا أصحاح 5 وعدد 2، بص الآية الجميلة دي، بيقول كده: وأما أنت يا بيت لحم إفراطة، وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القدم. يعني من ميخا كتب قبل المسيح ما يتولد في المكان ده بكام سنة؟ حد يعرف كام؟ 694. برافو عليك. almost 700 سنة قبل ما المسيح يجي الكتاب بيقول لي المسيح هيتولد فين. المفروض الملوك دول يتولدوا في اورشليم اتليست، يعني يتولد في الكابيتال، يتولد في المكان اللي يتولد فيه كل الملوك. ده بيتولد في بيت لحم. والصدفة مش صدفة مرة تانية. عارفين ليه حصل الصدفة دي انه يتولد مخصوص في بيت لحم؟ لانه في الوقت ده لما نقرا القصة، يوليوس قيصر الملك امر ان كل الناس كل واحد يروح مدينته اللي اتولد فيها علشان يتسجل، يكتب اسمه عشان غرض للضرائب، عشان يدفعوا الضرائب. مريم العذراء منين؟ من الناصرة. لا، مريم العذراء من الناصرة مش من بيت لحم. يوسف النجار منين؟ من بيت لحم. ويوسف ومريم عايشين في الناصرة مع بعض، وفي الأيام دي يروح يوسف ومريم لبيت لحم عشان ده البيت اللي اتولد فيه يوسف النجار، عشان يتسجل وياخدوا معاه. المسيح لسه ما اتولدش وتمت أيامه إنه يتولد. ويتولد فين؟ في بيت لحم. لو المسيح كان جاء قبلها ب6 شهور كان اتولد في الناصرة، ولو اتولد بعديها ب6 شهور كان اتولد في الناصرة. يبقى الآية دي مش هتتنفذ، يبقى الكتاب فيه مشكلة. ليه يوليوس قيصر يجي في الوقت ده بالذات؟ وما كانش مفروض ان يوليوس قيصر هو اللي يكون في الحكم ده. تولى الحكم برضه بالصدفة، بس هو كله مش بالصدفة. ربنا مخطط يتولد امتى ويتولد فين اللي يخلص الناس. طب نيجي لسؤال تاني. يعني ايه المسيح وهو فوق في السماء الله الكلمة صار جسدا، صح كده؟ ازاي صار جسدا؟ ازاي بقى هو الله وفي نفس الوقت بقى انسان؟ تركب ازاي؟ يعني احنا كلنا انسان صح؟ لينا روح ونفس وجسد، بس هي طبيعة واحدة. المسيح عنده طبيعتين. ايوه، عنده طبيعة إلهية 100%، وعنده طبيعة إنسانية 100%. عشان كده في القانون الأرثوذكسي دايما بنقول إنه لاهوته لم يفارق ناسوته، وناسوته لم يفارق لاهوته. المسيح 100% إنسان عنده طبيعة بشرية، و100% إله عنده طبيعة إلهية. احفظ رقم 2 لو عايز تقرأ عن القصة دي أكتر، عشان ما عنديش وقت ندخل فيها قوي، عشان عايز أدخل في زي ملخص كده قبل ما نصلي ونسأل سؤال. احفظ رقم 2. ليه؟ قصة الميلاد دي مرتبطة بالميلاد جت في لوقا 2، متى 2، فيليب 2، كلوس 2، وعبرانيين 2. حد يسمعهم لي كده تاني؟ لوقا 2، متى 2، ايه فيليب 2، كلوس 2. لا انتوا جامدين قوي، انتوا جامدين قوي قوي قوي، برافو عليكم. فيليب 2 بيتكلم عن الإخلاء، إنه المسيح أخلى نفسه. المسيح كان موجود بالجسد وهو الله 100%. طب ليه لما جم قالوا له على الصليب ما تنزل، ما انت ربنا؟ ممكن يعني شافت ناس كتير وقومت ناس كتير، ما تنزل، مش تنزل ليه؟ اسمعوني في الحته اللي دي مهمه قوي، ممكن تجاوب على اسئله كتير عندنا لو انتوا بتفكروا شويه في الحاجات اللاهوتيه دي. في فيليب 2 يقول كده: الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله، بل أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. عارفين انتوا الآية دي؟ يعني ايه أخلى نفسه؟ لم يحسب خلسة أن يكون معادنا لله، معناها في الأصل بتاعها إنه هو معادل لله، لكنه أخلى نفسه. يعني ايه أخلى نفسه؟ يعني تنازل عن حق استخدام صلاحياته لصالح نفسه.
بس مش لصالح الناس. هو شفى ناس وقوم ناس من الموت، بس ما استخدمش الحق ده وهو على الصليب، مع انه كان ممكن. فاكرين لما صلى في جثماني، ان اردت يعني لو تقدر نعدي القصه دي، لا، لان هو جاي للغرض ده. فالله حتى في انسانيته هو موجود على الارض، هو 100% الله. الحاجه الثالثه والاخيره، ليه ربنا تجسد اصلا؟ ليه الكلمه صار جسدا وحل بيننا؟ ليه المسيح جه؟ حد يعرف القصه دي؟ ليه بنحتفل بالكريسماس وحدث مهم قوي انه المسيح يتجسد؟ عادي يعني، طفل اتولد وكويس ان ربنا حس بينا ونزل وبيقول لي انه بيحبني ومش سايبني لوحدي، لدرجه انه تجسد زيي، بقى انسان. فده معناه انه هو يعني مهتم بيا لدرجه انه صار واحد. لا، هو مجرد الموضوع اكبر من كده بكتير. لما نقرا في عبرانيين 2، مش انا قلت لكم عبرانيين 2 واحده منهم، ودي اخر ايات عايز اقراها مع بعض. يقول كده في عبرانيين 2 وعدد 14 ل 18: فإذ قد تشارك الأولاد. حد عارف الآيات دي؟ لا، أنا أقرأ مع بعض بصوت عالي عشان دي بقى حاجة مهمة جدا جدا جدا. في عبرانيين 2 وعدد 14 مع بعض بصوت عالي: فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم، اشترك هو أيضا كذلك فيهما. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت، أي إبليس، ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. يعني إيه الكلام ده؟ حد فاهم؟ ممكن حد يشرح لي يعني إيه الآية دي؟ ليه المسيح تجسد؟ ليه نزل من 2000 سنة تقريبا أو 2025 سنة؟ ليه؟ حد عارف؟ حسب الآيات ديت، ليه اشترك في اللحم والدم؟ اشترك في اللحم والدم يعني بقى إنسان. ليه؟ لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان. عشان كان لازم يروح للصليب عشان يموت، فاعرف انا وانت وانتي نعيش. لانه كلنا اخطأنا، كلنا ورثنا من ادم الطبيعه الخاطئه، وحسب القانون اللي بيخطئ بيعمل ايه؟ اجره الخطيه مالها؟ بس هو مش عايزك تموت ومش عايزك تموتي، فايه اللي هيحصل؟ لازم حد يدفع الثمن، صح؟ الموت ده مين اللي هيشيله؟ ما انت هتشيله، لازم حد هيحاسب. فانت اللي هتموت يا ما هو اللي يموت. مين اللي هيشيل الليله؟ لازم حد يدفع. هو لا، انا بحب، فانا مش عايز حد من ولادي يدفع، انا هدفع. فلازم حد يفديني ويفديك، يبقى زيي وزيك. مش هيجيبوا فرخه لان انت مش فرخه، صح؟ انت انسان، فلازم يبقى حد انسان. بس الانسان ده ما ينفعش يبقى فيه ولا خطيه، لان لو في خطيه يبقى بيموت عن خطيته. ما كل واحد بيشيل شيلته. المسيح الوحيد اللي جه من غير خطيه واشترك في اللحم والدم لكي يبيد بالموت، لأنه مات ذلك الذي له سلطان الموت. مين ليه سلطان الموت اللي مخوف الدنيا؟ إبليس. لو أنت بتيجي للمسيح وبنحتفل بالمسيح أنه اتولد، المسيح اتولد عشان يموت. يعني كلنا احنا بنتولد عشان نعمل ايه؟ عشان نعيش، صح؟ وباباك ومامتك لما انت بيتولد، لما انا جبت 3 ولاد، كل مره بجيب ولد احنا بنفرح. وانت لما جيت باباك ومامتك اكيد فرحوا، بنحتفل، العيله كلها بتنبسط لانه في ولد هيعيش. المسيح جاي مش عشان يعيش، الغرض الاساسي ان المسيح يكون موجود انه يموت. ولادته ومكان ولادته وترتيب الولاده بتاعته والغرض من وجوده، كل حاجه محسوبه بالظبط علشان بيحبك وبيحبك وبيحبني. مفيش سبب تاني. ولو المسيح ما كانش جه وتجسد، ما كانش بقى فيه موت ولا هيبقى فيه قيامه، وكلنا كان محكوم علينا بالموت. انا مش عارف انتوا يا جماعه قد ايه متفهمين الموضوع ده، ودي حاسين انه مهم جدا. المسيح صار جسدا علشان يدي فرصه لكل حد مننا انه ما نموتش. مش كده؟ انا عايز نعمل حاجه، ممكن نصلي بعدين لو نسيب سؤال واحد فرصه. بس عايز نقوم نقف كلنا، كل واحد كده وانت ساكت غمض عينيك. لو انت مصدق في المسيح، فده معناه انه المسيح غفر الخطيه. هو على فكره المسيح غفر الخطيه anyway، صح؟ المسيح لما راح للصليب هو دفع الثمن كله.
هو انا اللي باخده ولا؟ عارفين انتوا القصه دي؟ احنا في الشغل مثلا عندنا ممكن حد باهر يديني شيك بمليون دولار، بس انا حاطط الشيك فين؟ في جيبي. يبقى انا استفدت بالمليون دولار، بس هو الشيك مدفوع، بس انا ما خدتش الفلوس. وممكن اكون محتاج ونفسي اجيب عربيه وعايز اجيب شقه. ومنكم انتوا هتتجوزوا لسه، طبعا لسه بدري على موضوع الجواز ده، بس تتجوزوا قدام. انا عايز فلوس. الفلوس في جيبي ومدفوع ثمنها، بس انا مش عارف اصرفها. لو انت مش مصدق في المسيح، كل اللي المسيح عمله في انه يجي وتجسد عشان يروح للصليب، انت مش منتفع بيه غير لما بتصدق فيه. عشان كده انا عايز ادي فرصه، عايز ان كلنا نغمض عينينا وتاخد دقيقه كده، بالظبط دقيقه. لو انت مش مصدق في المسيح لغايه النهارده، خلي بالك انت مش مستخدم حق الشيك اللي المسيح دفعه. طب اعمل كده ازاي؟ الكتاب بيقول مجرد ان اصدق واعترف بفمي خلصت. عايزك تغمض عينيك دقيقه بعد اذنك، وغمضوا عينيكوا دقيقه واحده، وكل واحد جواك كده، مش بصوت عالي ولا حاجه، كل واحد جواه خد دقيقه صلي. اكد القرار ده بينك وبين ربنا في الايام اللي بنحتفل بيها النهارده بالكريسماس، انه المسيح جه. انا بشكرك ان انت جيت عشان تفديني في وقت معين خاص جدا، في مكان خاص جدا، محسوب بالظبط، عشان تقولي انه في فرصة تانية، انه كل اللي انا عملته من طبيعة خاطئة، حتى بقصد او من غير قصد، زي ما داود بيقول السهوات من يشعر بها، حتى الحاجات اللي انا مش قاصد اعملها انت غفرتها. ولولا الغفران ده انا مش مكمل في السماء، انا من هنا على طول على النار حتف، وما عنديش اي رجاء غير في المسيح، انه صدق في ربنا. مش كده؟ لو انت مش مصدق في ربنا، دي فرصة، مش مجرد ترنيم ميلاد لا، الموضوع كبير، الموضوع اتس ان ايفنت ما ينفعش يتفوت. المسيح نزل من السماء للارض، فاهمين؟ الله تجسد، الله صار انسان، خالق الكون الكبير، اخلى نفسه ونزل. ميك شور انك تاخد الفرصه دي، لان ممكن ميبقاش فرص تانية. محدش عارف النهارده بالليل هيحصل ايه، صح؟ ممكن دي تبقى اخر وقت ليك، ممكن بكره الصبح يبقى اخر وقت، ممكن الاربع الجاي الساعه 2 الظهر تمشي. كل واحد بيتولد هنا مش عارف بيتولد امتى، وكل واحد مش عارف بيمشي امتى. ودي فرصه انك تشكر ربنا على ميلاد المسيح، انه بعت المسيح في الوقت المعين عشان يتمم خلاص لكل واحد. امين. اتفضلوا. حد عنده سؤال؟ ممكن اخد سؤال واحد بس، لو حد عنده سؤال. حد عنده سؤال؟ لو عندك سؤال ارفع ايديك. سؤال واحد فقط لا غير. حد عنده سؤال؟ اوكي، انت عندك سؤال؟ ايه السؤال؟ جايز نسمع في سؤال. انت اسمك ايه؟ ها؟ جوسيانا؟ ده اسم حلو قوي. نسمع السؤال من جوسيانا. لا استني، تعالي خدي المايك. هو ازاي ربنا في نفس الوقت كان الله وشاهد على اللي بيحصل، وكان برضه متجسد؟ يعني نفس الحكاية دي بتكمل لغاية الصليب، هو ربنا المتجسد كان بيكلم ربنا اللي في السماء، فازاي هما الاتنين واحد وفي نفس الوقت بيكلموا بعض، او يعني كده يعني اوكي، سؤال حلو قوي، ونختم بالسؤال ده عشان ده سؤال طويل شويه ونحاول نجاوبه بسرعه. اوكي، ركزوا معايا عشان الموضوع ممكن يبقى صعب بس هو سهل. اوكي. الله، حد عارف الثالوث؟ طيب انا عايز نتفق على حاجه، انه ما عندناش حاجه في الكتاب المقدس اسمها ثالوث. ما عندناش حاجه اسمها ثلاثه. واحد اتنين تلاته دول مش ده مش موجود في الكتاب. هم اسمهم الاب والابن والروح القدس، اله واحد. ده حتى في قانون الايمان ما عندناش حاجه اسمها ثلاثه. ثلاثه دي استخدمت في سنه 325 في مجمع اسمه نيقيه. الكنيسه اتفقت على الاسم ده علشان التسهيل، عشان التبسيط. بس رقم ثلاثة بيلخبطنا. هم الاب والابن والروح القدس، الله
واحد. متفقين؟ اوكي. في كم مره في الكتاب المقدس السؤال بتاع جوسيانا ظهر فيه انه المسيح موجود على الارض؟ اللي هيقول بجد هبقى يعني مبسوط قوي بيه. فاعصر دماغك معايا. في كام مره في الكتاب المقدس، او قولي ايه المرات اللي المسيح كان موجود فيها وكان الروح القدس ظاهر في نفس الوقت، والله الاب بيكلمه من فوق في نفس الوقت؟ ازاي؟ اوكي، ناخد الاجابه هنا. مره ايه هي؟ المعموديه موجوده فين في الكتاب؟ برافو، فين في الكتاب؟ في سفر ايه؟ يوحنا كام؟ يوحنا 3. برافو عليكي. المسيح اتعمد، الله الاب بيتكلم، الروح القدس نزل، والمسيح بيتعمد. فين تاني بنشوف الثلاثه مع بعض؟ يا في الصليب. ازاي؟ فكر تاني، هتجيبها. طيب مره كمان، فين تاني في الكتاب المقدس بيظهر الثلاثه او حتى اتنين منهم؟ في الميلاد. ازاي؟ اوكي. تعرفوا حاجه اسمها جبل ايوه ها؟ جايز نسمع. برافو، فين القصه دي؟ طيب انت عارف فين؟ ادوا له سقفه كبير قوي. اوكي. جبل التجلي ده موجود في متى 17. اوكي، فاكرين لما المسيح اخذ بطرس ويعقوب ويوحنا وطلعوا فوق، مين ظهر مع المسيح؟ موسى وإيليا. وبعدين طلع القصه دي. اوكي. هقول لكم على حاجه بسيطه قوي ممكن تساعدنا شويه نفهم الحته دي، بس ده موضوع كبير فمحتاج نذاكره. اوكي، بس حاجه تسهل علينا السؤال ده. في تكوين 1 يقول كده في البدء، اول ايه في الكتاب المقدس في سفر التكوين، تكوين 1 عدد 1. حد حافظ الايه في البدء؟ خلق ايه؟ اوكي. احنا في العربي، على العربي بتاعنا، في العربي بتاعنا الله هنا احنا بنقراها خلق الله، صح كده؟ خلق ده فعل، فيرب يعني فعل، صح؟ فعل مفرد، صح؟ فعل مفرد. الله هنا ده اسمه ايه؟ فاعل. بالنسبه لنا انه مفرد، الله ده واحد. في الاصل العبري، اسمعوا يا شباب ركزوا، في الاصل العبري الله مش واحد، اسمه إلوهيم. خلق فعل واحد إلوهيم. ازاي واحد بس اللي خلقه كتير قوي قوي قوي؟ إلوهيم كتار، المفروض خلقوا إلوهيم، لا هو بيقول خلق إلوهيم. فاهمين الفكره دي؟ من البدء خالص. اشرحها تاني. انا دلوقتي قلت جوسيانا عملت حاجه، لعبت كوره. لو جوسيانا دي معها جوسيانا وفريده وجوي وكل الناس دي، المفروض اقول لعبت ولا لعبوا؟ لعبوا لان هم كتار. في البدء المفروض اقول خلق الله، لو انا فاهم ان الله ده واحد، خلق الله. لكن لو الله ده كتير مفروض خلقوا الله. لا هو ما بيقولش كده في كتاب، هو بيقول خلق. طب ازاي ده الله ده الوهيم ده جمع؟ لانه عندنا حاجه اسمها جمع مفرد. فانا هشرح الحته دي بسرعه جدا ونختم على الحته دي. احنا عندنا في اللغه بتاعتنا حاجه اسمها جمع مفرد. عارفين انتوا القصه دي صح؟ اوكي. بنشبهها بالانفينيتي. انتوا كلكم بتدرسوا ماث، حساب، صح؟ عندنا في الحساب حاجه اسمها انفينيتي، اللي ما لا نهايه. كويس، ركزوا معايا، 3 اسئله بسالهم. الما لا نهايه دي في منها 20 نوع ما لا نهايه؟ يعني عندنا 5 ما لا نهايه، ولا هي في الحساب ما لا نهايه واحده؟ اللي هي عامله دي كده، صح؟ هي واحده في الحساب. يعني هي 10 ولا هي 1 ولا 5 ولا 2 ولا كام؟ هي 1، صح؟ فدي وحده ايه؟ واحده. عندنا منها واحد بس، زي رقم 5 في الحساب. ما عندناش 5 انواع من رقم 5، هو 5 ده رقم واحد اسمه 5، صح كده؟ ما لا نهايه في الحساب هي ما لا نهايه واحده.
الما لا نهايه دي، المركب ده حاجه مركبه ولا بسيطه؟ يعني ما لا نهايه في الحساب بتساوي رقم 5، هي رقم 5 او رقم 20 او 342، ولا هي كل الارقام؟ لما تقول ما لا نهايه يعني فيها رقم 1 و2 و3 وكل الارقام، فيها كل الارقام. فالما لا نهايه دي وحده، حاجه واحده بس في الحساب، بس مركبه فيها ارقام كتير. ينفع تتقسم؟ اقسم ما لا نهايه على اي رقم تديك كام؟ تديك ما لا نهايه. ما لا نهايه على 22 ما لا نهايه. ما لا نهايه على 3 ما لا نهايه على 524 اي اضربها في اي رقم، اقسمها على اي رقم، تطلع كام؟ تطلع ما لا نهايه. المسيح واحد مركب لا يقبل الانفصال. لما الآب كان موجود فوق والمسيح تحت والروح القدس موجود، هم واحد. هم مش 1 2 3، اتفقنا مفيش حاجه اسمها الثالوث. هم الآب والابن والروح القدس واحد مركب، ما ينفعش ينفصلوا عن بعض، في تميز بينهم. عشان كده بنسمع الآب بيقول حاجه والروح القدس بتحل في صوره حمامه والمسيح تحت بيتعمد. وعلى فكره لو عندي وقت، العهد القديم مليان بشواهد، لو بنذكر العبري كويس، في الاب والابن والروح القدس موجودين. اشعياء 49 واحد منهم مثلا. فاحنا عشان احنا انسان واحد فبنشوف ان احنا واحد. فعندنا مشكله ازاي الله فوق والانسان المسيح ماشي على الارض، وازاي مع بعض، وازاي الروح القدس، لان هم الاب والابن والروح القدس في تميز بينهم، هم واحد ما انفصلوش عن بعض. هو كده نفهمها كلها ازاي؟ صعب نفهمها عشان احنا مخنا المحدود بيحاول يفهم حاجه غير محدوده. انت بتحاول تحد حد غير محدود، فصعب. فاهمين انا بقول ده يا شباب؟ لكن هم واحد، فينفع يبقى فيه الاب والابن والروح القدس. هنعرف القصه دي اكتر لما نطلع فوق. اوكي؟ بس حاجه اخيره في الحته دي، في كولوسي 2 في ايه جميله جدا بتقول كده: فان فيه حل كل ملء اللاهوت جسديا. هتفهم الايه دي؟ في المسيح حل كل ملء اللاهوت جسديا. فالمسيح فولي هيومن، انسان عنده طبيعه بشريه 100%، وكل اللاهوت حل في المسيح، عنده طبيعه الهيه 100%. امين؟ كل سنه وانتم طيبين. تستنج. تست. مارك. تست. علي. تست. طيب خلينا بنفس الهدوء اللي كنا فيه شباب. خلينا بنفس الهدوء اللي كنا فيه ناخد الكلام اللي احنا سمعناه ده ونبدأ نمجد ربنا بيه، نبدأ نديله فعلا اللي هو يستاهله، نديله المجد ونقوله ان احنا فعلا في عيد ميلادك احنا عايزين نعبدك انت. احنا مش عايزين نتلهي بالاحتفالات وبالهدايا لا، احنا عايزين نعبدك انت. ميلادك المجيد ميلادنا، وحبك الشديد نبض للحياة، نتوج في العيد يسوعنا مليكنا حبيبنا وخلنا الفريد. في عيدك المجيد أهدي لك
صرت عمري المدين، صرت كنزي الأكيد في عيدك المجيد أعبدك. ميلادك أحلى يوم، نعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. ميلادك أحلى يوم، نعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. يسوع في يوم ميلادك الكل بيفرح بيه، وجيت عشان أولادك يلاقوا حياتهم فيه. يسوع في يوم ميلادك الكل بيفرح بيه، وجيت عشان أولادك يلاقوا حياتهم فيه. ميلادك أحلى يوم، نعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. ميلادك أحلى يوم، نعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. بحماس بقى في كل عيد بنفرح عشان الطفل يسوع اللي اتولد في نسوة ويجي فدا الجموع. في كل عيد بنفرح عشان الطفل يسوع اللي اتولد في نسوة ويجي فدا الجموع. ميلادك أحلى يوم، نعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. ميلادك أحلى يوم، نعيد في كل الكون، عيد ميلاد ملكنا، عيد ميلاد يسوع. طيب احنا جاهزين نحتفل، انتوا جاهزين؟ جاهزين قوي. طيب الترنيمه الجايه بتقول دقة اجراس، السما في الشرق مش زينا الاشجار عشان نتلخبط. حد عارفها؟ تست تست هوب. ماشي يلا هنقولها مع بعض، وعايزين حماس قوي، عايزين صوت عالي قوي. احنا جايين بنهتف وبنسبح ربنا وبنعيد عليه. يلا بينا. ينفع نسقف ينفع يا ريت ينفع يا ريت. ينفع نعلي المايك. وينفع نعلي المايك تست 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 تست. وانت رامز مفيش، مش بيشتكي شغال. علي مايك علي دباغ. ايوه. ساوند يوسف يوسف. good drums. دقت أجراس سما في الشرق والنجمة لمعت زي البرق ويسوع مولود
كده؟ ليه معلمين قوي كده؟ هو يا كده يا كده. في كل عيد ميلاد بنعمل ايه؟ بنتمنى ليكم احلى عيد. كل سنه وانتم طيبين. كلنا بنتمنى ليكم احلى عيد. يلا نرنم كلنا مع بعض. عايزين صوتكم يبقى اعلى من مايكات يوسف. في كل عيد ميلاد، في كل عيد ميلاد بنحب نقول لكم كل سنة وانتم طيبين. في كل عيد ميلاد، في كل عيد ميلاد، في كل عيد ميلاد بنحب نقول لكم كل Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of our heart. بتمنى ليكم أحلى عيد. بتمنى ليكم يوم سعيد. ممكن نقول لبعض؟ قولوا لبعض. ليكم خير كتير أكتر بكتير من كل اللي فات. بتمنى ليكم أحلى عيد. بتمنى ليكم يوم سعيد. بتمنى ليكم خير كتير أكتر بكتير